أزم الموقف أكثر عندما أحضر التلاميذ هدايا عيد الميلاد لها. كانت ملفوفة بأشرطة جميلة، ما عدا الطالب تيدي كانت هديته ملفوفة بكيس مأخوذ من أكياس البقالة. تألمت هذه المعلمة كثيرا عندما فتحت هدية تيدي وضحك التلاميذ على هديته. كانت عبارة عن عقد مؤلف من ماسات ناقصة الأحجار وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع. لكن التلاميذ كفوا عن الضحك عندما عبرت المعلمة عن إعجابها بجمال العقد والعطر، وشكرته بحرارة عليهما، ثم وضعت شيئا من ذلك العطر على ملابسها. في يومها لم يذهب تيدي بعد الدراسة إلى منزله، بل انتظر من أجل أن يقابلها، وقال لها: إن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي. عندها انفجرت المعلمة بالبكاء، لأنه قد أحضر لها زجاجة العطر التي كانت والدته تستعملها، ووجد في معلمته رائحة أمه الراحلة. منذ ذلك اليوم أولت هذه المعلمة اهتماما به، وبدأ عقله يستعيد نشاطه. وفي نهاية السنة أصبح تيدي أكثر التلاميذ تميزا في الفصل. ثم وجدت السيدة مذكرة عند بابها للتلميذ كتب فيها أنها أفضل معلمة قابلها في حياته، فردت عليه: أنت من علمني كيف أكون معلمة جيدة. مضت الأيام ومضت الأشهر والأعوام. فوجئت هذه المعلمة بتلقيها دعوة من كلية الطب لحضور حفل تخرج الدفعة في ذلك العام، وكانت الدعوة موقعة باسم ابنك تيدي. حضرت المعلمة الحفل، وكانت ترتدي ذات العقد وتفوح منها رائحة ذات العطر. هل تعلمون من هو تيدي الآن؟ تيدي هو أشهر طبيب في العالم، ومالك لمركز دودارد لعلاج السرطان. وهنا السؤال: ترى كم طفل دمرته مدارسنا بسبب سوء التعامل؟ وكم تلميذ هدمنا شخصيته بسبب الآباء والأمهات؟ إهداء لكل المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات، فأنتم من تبنون أمجاد الأمم.